السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبة الله بريبتو، برحب بيكم بفضل الله في بداية الجيومتري. وطبعا عايز اقول لك ان البنتين اللي محطوطين دول مش محطوطين كده بالبركة، ولكن هو اول ليسون عندنا ان شاء الله في الجيومتري بيتكلم عن حاجة اسمها الكونجرنس. كونجرنس يعني التطابق او حاجتين شبه بعض، فجبنا البنوتين دول اللي شبه بعض. ولكن طبعا احنا مش هنتكلم في الكونجرنس عن بنتين شبه بعض، احنا هنتكلم طبعا عن التشيبس، وبالاخص ان شاء الله هيكون الترينجل باذن الله. تابعونا ورقه وقلم ويلا نبدا مع بعض الليسون. طبعا بفضل الله يا حبيبي ان شاء الله احنا نبدا في يونت 3 في الجيومتري بفضل الله. طبعا الجيومتري عندنا 7 ليسونز، طبعا اول ما تخلصهم اعتبر ان المنهج بفضل الله خلص. وطبعا لو انت اول مره تتفرج عليا فانا نزلت لك يونت 1 كلها ويونت 2 كلها بفضل الله بالتفصيل الممل. وطبعا عايز اقول لك ان احنا ان شاء الله نبدا النهارده في ليسون 1 اللي هو اسمه الكونجرنس ان شاء الله. حابب اقول لكل حبايبي اللي كانوا بيسالوني عن نظام تفاصيل الاونلاين او تفاصيل المنصه، او يا مستر فين فيديوهات الحل بتاعت كتاب المعاصر وفين الامتحانات، بفضل الله هنبدا مع بعض من اول دلوقتي، من اول يونت 3، من اول ليسون 1 باذن الله. هيكون في اشتراك، اي حد حابب يشترك معانا بفضل الله في النظام بتاعنا. طبعا هنا على قناه اليوتيوب هننزل لك فيديو الشرح فقط. لو انت حابب تحصل على فيديو حل كتاب المعاصر والهوم ورك ومتابعه الهوم ورك وامتحان وفيديو حل الامتحان بفضل الله في الاشتراك بتاعنا، كلمنا ان شاء الله، هتلاقي رقم الواتساب موجود في الديسكريبشن بفضل الله. تعالوا نبدا مع بعض ان شاء الله، وباذن الله يكون ليسون سهل ودمه خفيف كده باذن الله. طبعا حبيبي المحترم ليسون 1 بيتكلم عن حاجه اسمها الكونجرنس، زي ما انت شفت كده من الانترودكشن او من المقدمه بتاعتنا. كونجرنس يعني حاجتين زي بعض بالظبط. تعالى كده ركز معايا بفضل الله. اول حاجه بيقول لك congruence of two line segments. امتى يا مستر نقول على two line segments ان هم congruent؟ بص بقى ركز معايا. انا معايا اللاين سيجمنت دي اسمها اي بي، ومعايا اللاين سيجمنت دي اسمها سي دي. فانا بكل بساطه اقدر اقول ان اللاين سيجمنت اي بي congruent لللاين سيجمنت سي دي في حاله واحده بس، في حاله لو كان اللينس بتاع اللاين سيجمنت دي قد اللينس بتاع اللاين سيجمنت دي. يعني هنا الاي بي ب 3 سنتيمتر وهنا السي دي ب 3 سنتيمتر، فاقدر ببساطه اقول له ان الاي بي كونجرنت للسي دي، ودي علامه الكونجرنت بتاعتنا. في اي مشكله كده في كلامي؟ عباره عن ايكوال وتحتها لاين زياده، يبقى اقدر اقول ان الاي بي كونجرنت للسي دي. تمام؟ يبقى ده السيمبل بتاع الكونجرنت، زي ما خدت قبل كده ان ده السيمبل بتاع الباراليل، صح ولا لا؟ زي ما خدت ان دي كده العلامه بتاعت الانجل. في اي مشكله كده في كلامي؟ طيب تعالى هنا بقى، بيقول لك second congruent of two angles. امتى اقول على two angles ان هم congruent حبيب قلبي؟ والله لو كانوا equal in measure. هنا لو كانوا equal in length، are equal in length لان اللاين سيجمنت بيكون ليها length، اما الانجل بيكون ليها measure. فلو كانوا equal in measure، يعني وليكن ان الانجل A دي measure of angle A 50 degree وmeasure of angle B برضه 50 degree، يبقى نقدر نقول ان انجل A congruent لانجل B. في اي مشكله كده؟ طيب طبعا فيرست وسكند في الليسون سهلين جدا، تعالوا نحل عليه. مشكلتنا كلها في السيرد، والاسئله كلها على السيرد اللي هو طبعا امتى التو ترينجلز يكونوا كونجرنت والكيسز بتاعتهم. بسم الله، اول سؤال بيقول لك اي بي كونجرنت ال ام. ده معناه ان اللينس بتاع الاي بي قد اللينس بتاع ال ام. طب ما الاي بي والال ام حاجتين ليهم نفس اللينس، يعني لو دي في 5 سنتيمتر دي برضه في 5، فلما اجي اعمل لهم ماينس بعض اكيد الريزلت هتكون ايكوال 0. بيقول لك انجل A كونجرنت لانجل B وانجل A سبلمنتس انجل B. طبعا دي كنت واخدها في بريب 1. سبلمنتس معناها ان الاثنين مع بعض ب 180. تو انجل سبلمنتري يعني تو انجل الصم بتاعهم ايكوال 180. ولو قال لك كومبلمنتري يبقى تو انجل الصم بتاعهم ب 90. افتكر يا عم الحاج يا ناسي. طيب تعالى كده حبيب قلبي يا محترم، ادي الانجل A بلس الانجل B المفروض ب 180، وهما الاثنين ايكوال بعض كونجرنت يعني ايكوال ان ميجر، يبقى ده معناه ان كل واحده اكيد هتكون ب 90. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ميجر اوف انجل اكس بلس ميجر اوف انجل واي ايكوال 100. تمام؟ وهما الاثنين كونجرنت، يبقى اكيد لما يجي يسال على اي واحده فيهم هتبقى اي واحده فيهم ايكوال 50. بعد كده بيقول لك اي بي سي دي از ا ريكتانجل، يبقى الاي سي كونجرنت لمين؟ بص كده معايا عشان تبقى فاهم. انا معايا ريكتانجل اهو، الريكتانجل ده حبيب قلبي هو قال لي ان هو اسمه اي بي سي دي. تمام يا مستر يا جميل. يبقى الاي سي كونجرنت لمين؟ طبعا انت عارف ان التو دياجونال في الريكتانجل ايكوال، يبقى الاي سي كونجرنت للبي دي.
في اي مشكله؟ بي دي اهي. وشكرا. طبعا سؤال بسيط جدا. ماشي يا حبيب قلبي. خلاص من غير رغي كتير، ما بحبش ارغي. هنخش بقى على الثيرد اللي هي الكونجرنس اوف تو بوليجونز بقى. طبعا يعني ايه بوليجون؟ عشان لو انت مش عارف مع انك خدته السنه اللي فاتت، البوليجون ده باختصار المفيد هو اي شكل مقفول وبيتكون من سايدز. هو اي كلوزد شيب كونسيست اوف سايدز. يعني ايه؟ طب ما ده شكل مقفول، ده ينفع اقول عليه بوليجون؟ لا. طب يا مستر ده ينفع اقول عليه بوليجون؟ ركز بقى كده معايا. يا مستر بيتكون من سايتس وشكل مقفول. طيب مين اصغر بوليجون عندنا؟ اصغر بوليجون عندنا هو البوليجون اللي بيتكون من 3 سايتس. ينفع تعمل بوليجون من 2 سايتس؟ اكيد لا. تمام. اصغر بوليجون عندنا بين 3 سايتس هو الترينجل. تمام اهو. طب انا هسالك سؤال، تعرف تعمل لي بوليجون يتكون من سايد واحد؟ يعني تعرف ترسم لي هنا سايد واحد بس يعمل لك بوليجون؟ طبعا المفروض انت هتقول لي لا. تعالى كده اهو. مش ده كده بقى ترينجل؟ طبعا انا بهزر معاك، مفيش حاجه اسمها كده. ده طبعا ده باعتبار ان عشان انا اعتبرت ده سايد وده سايد. طيب بص بقى كده معايا يا حبيب قلبي. احنا طبعا بنتكلم دلوقتي عن البوليجونز. والله بالعقل، يعني بالعقل زينه. هو مثلا امتى بنتين يبقوا شبه بعض لدرجه ان ابوهم وامهم مش عارفين يفرقوا بينهم؟ والله ده هيحصل لو كانت ودان البت الاولى زي ودان البت الثانيه، وعين البت الاولى هي عين البت الثانيه، ودماغها زي دماغها، وايديها زي ايديها، كل حاجه زي بعض بالظبط. تمام. فهنقول عليهم ان هم كونجرنت. نفس الكلام هنا. هو انا مثلا لو جيت جبت لك كده التو بوليجونز اللي قدامك دول، طبعا ده بوليجون بيتكون من كام سايد؟ ادي سايد 2 3 4 5، يبقى ده اسمه بنتاجون. كنا بنقول ان البوليجون اللي بيتكون من 3 سايدز اسمه ترينجل، 4 سايدز اسمه كوادريلاترال، 5 سايد بنتاجون، 6 سايد هيكساجون، 7 سايد هيبتاجون، 8 سايد اوكتاجون. اوكي. طيب ده بنتاجون، مفيش اي مشكله يا مستر. انا معايا البوليجون الاولاني ومعايا البوليجون الثاني. والله يا مستر امتى اقول على التو بوليجونز دول ان هم كونجرنت؟ امتى اقول عليهم ان هم كونجرنت؟ امتى بقى؟ بص بقى ركز معايا. اقدر اقول عليهم ان هم كونجرنت بالعقل كده. والله لو كانت السايتس دي كلها قد السايتس دي كلها. يعني والله لو كان الاي بي ده تمام قد مين؟ الاي بي قد الاكس واي، الكورسبوندنج بتاعه اسمه ايه؟ كل سايد الكورسبوندنج بتاعه. يعني انا عشان ابقى كونجرنت معاك لو انت يا واد شبهي، فلازم مناخيري مع مناخيرك، مش هقارن مناخيري ببقك يعني. تمام. مناخيري. طيب تعال. يبقى الاي بي ايكوال اكس واي، في نفس الوقت الواي زد قد البي سي، في نفس الوقت ال زد اللي احنا بنعمله ده، في نفس الوقت ان ال زد اهو قد الدي سي، في نفس الوقت ال ام، يا ساتر، في نفس الوقت هي دي عيب الحاجات السمارت، الله يهديكم. طيب في نفس الوقت ان ال ام قد الاي دي. تمام ماشي. في نفس الوقت ان الاي اي قد الام اكس. ماشي. يبقى لو كل سايد ايكوال الكورسبوندنج بتاعه، ده كده اول شرط اهو. اول شرط يا نجم النجوم، تعالى كده يا حبيب قلبي اهو، ان الكورسبوندنج سايتس تكون ايكوال ان ميجر. لو الكورسبوندنج سايتس ايكوال ان ميجر ده معناه ده كده اول شرط. الشرط الثاني بقى قال لك كمان مش كده وبس، ده كمان الكورسبوندنج انجل تكون ايكوال ان ميجر. تعالى بقى، يعني الانجل دي من الكورسبوندنج بتاعتها اهي، يبقى الميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل ام. تمام. وميجر اوف انجل A ايكوال ميجر اوف انجل اكس. ركز. وميجر اوف انجل Z ايكوال ميجر اوف انجل C، واعمل لك كل واحده بلون. وانجل Y قد انجل B، وانجل D قد انجل L. في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب اهو قال لك اول حاجه الكورسبوندنج سايتس ايكوال اللينس، وبدا يقول لك بقى كذا قد كذا قد كذا قد كذا قد كذا. طيب بعد كده ركز معايا، قال لك كل كورسبوندنج انجل ايكوال ان ميجر، وبدا يقولهم لك اهو. تمام. قال لك باختصار لو ده حصل، الشرطين دول حصلوا، اقدر اقول ان البوليجون ده كونجرنت للبوليجون ده. تمام. في حاجه مهمه بقى عايز اقولها لك، ازاي تكتب اصلا البوليجون ده كونجرنت للبوليجون ده بشكل صح. تعال بقى ركز معايا. لازم تعرف انت هتبدا هنا منين. طبعا انت ممكن تبدا هنا من اي مكان عادي. طبعا نرجع نكمل كده مع بعض. انا عايز اقول لك على حاجه، انا عايز اقرا البوليجون ده، اقراه منين؟ انا محتار. تعال نقرا من اول الايه مثلا، يلا A B C D E، يلا اهو بوليجون A B C D E. في اي مشكله في كلامي؟ مش انت هنا بدات من اول A B، لازم برضو الناحيه الثانيه تبدا من اللي شبهه، من المناظر ليه. يبقى انا هقول له X Y Z L M اهو، X Y Z L M. اقول لك بقى على معلومه خطيره،
تعرف ان انت ممكن تطلع كل حاجه من غير ما تبص على الرسمه. انا هقول من غير ما ابص على الرسمه وانت بص على الرسمه وشوف اللي انا بقوله صح ولا لا. الاي بي ايكوال اكس واي، البي سي الثانيه مع الثالثه ايكوال واي زد. بص كده انا على فكره مش باصص على الرسمه ها. والسي دي ايكوال زد ال، والدي اي ايكوال ال ام، والاكس ام ايكوال اي اي. في اي مشكله كده؟ خلصنا السايتس. مستر الانجل كمان ينفع اقولها من غير ما ابص؟ بس لو انت كاتب صح. انجل A ايكوال انجل اكس، انجل B ايكوال انجل واي، انجل C ايكوال انجل زد، انجل D ايكوال ميجر انجل ال، وانجل E ايكوال ميجر انجل ام. اوكي؟ في اي مشكله كده في الكلام ده؟ طيب كده بفضل الله فهمناك الدنيا الحمد لله ماشيه ازاي في البوليجونز. تعالى بقى كده ناخد بالنا من شويه الملحوظات دي. بيقول لك تو بوليجونز ار كونجرنت. لو انت عندك تو بوليجونز كونجرنت يعني السايتس هنا ايكوال السايتس هنا، والكورسبوندنج انجل ايكوال الميجر. كورسبوندنج سايد ايكوال اللينس. قول ورايا يا واد. كورسبوندنج سايد ايكوال اللينس، كورسبوندنج انجل ايكوال الميجر. بص بقى بيقول لك لو انت عندك تو بوليجون كونجرنت يبقى اكيد كل السايتس وكل الانجلز اللي في البوليجون الاولاني كونجرنت مع الكورسبوندنج اللي موجوده في الاذر بوليجون. طبعا دي حاجه معروف. بيقول لك العكس بقى. يعني انت لو لقيت بوليجون كونجرنت البوليجون يبقى وانت مغمض عينيك اكيد الانجل A ايكوال انجل A. ما اكيد تمام. تعال اهو فين؟ بص كده ادي التو بوليجونز دول كونجرنت. تمام. ده معناه ايه؟ اكيد ان الانجل دي ايكوال انجل واي. صح ولا انا غلطان؟ واكيد ان الانجل دي قد الانجل دي، واكيد ان الانجل دي قد الانجل دي، واكيد ان الانجل دي قد الانجل دي. مستر هو انت ازاي بتقول انجل ايه قد انجل ايه؟ ما عشان هنا المفروض تقراها بقى بالثري فيرتيسيز. تقول ميجر اوف انجل جي اي بي، تقول كده زي ما احنا متعلمين ادي ام اختصار كلمه ميجر، وتكتب كده علامه الانجل دي اي بي. ما تنساش ان انت اصلا لازم تكتب بالبروف دي اي بي ايكوال ميجر اوف انجل ايه؟ اكس اي بي. ميجر اوف انجل اكس اي بي. في اي مشكله في كلامي؟ الحمد لله مفيش مشكله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى كده نشوف اكزامبل ونبدا نحل. طبعا احنا هنحل بالبروف عشان لازم تبقى ولد محترم كده وفاهم. تعالى نبص كده على السؤال. بيقول لك in the given figure، وبيقول لك ان البوليجون ABCD is the image of the polygon ABEF، ومدي لك بيقول لك by reflection AB. طبعا الكلمه دي بينت لي حاجه مهمه جدا. ما هو طالما البوليجون ده هو الايمج بتاع البوليجون ده بالريفليكشن، انت واخد الريفليكشن السنه اللي فاتت، بالله عليك ركز كده معايا. طبعا هو عايز الاكس والواي فخلاص انا مش محتاج اشوف السؤال تاني. كل اللي بيقول لك ان البوليجون ده ABCD. تمام. هو عباره عن الايمج بتاعه البوليجون ABEF. في اي مشكله؟ طب ما انت هتقول له اصلا سنس، لازم بقى تبدا بسنس حاجه يكون مديلك سنس ان الاي بي سي دي او البوليجون ABCD هو عباره عن ايمج. بص بقى عباره عن ايه؟ ايمج مين بقى؟ ايمج للبوليجون مين؟ ABEF. في اي مشكله؟ باي ريفليكشن AB، يعني ده الريفليكشن بتاعه باي ريفليكشن AB. باي اللي هو الحته اللي هو مدالك في الجيفن اهو باي ريفليكشن AB. زين ايه اصلا؟ انت استفدت ايه من الحته دي؟ عارف كانه بيقول لك ايه؟ كانه بيقول لك ان البوليجون ده لما بص على المرايه اداله ده. طب ما انت لما تبص على نفسك في المرايه مش انت كونجرنت لنفسك؟ ولا انت تبص على نفسك في المرايه هتلاقي واحد تاني؟ ما اكيد لما تبص على نفسك في المرايه قوم يلا بص على نفسك في المرايه، قوم اسمع الكلام، هتلاقي مناخيرك قد مناخيرك اللي في المرايه وعينك قد عينك، فانت كونجرنت للمرايه. فالحته الصايعه دي لو انت فاكرها صايعه معناها ان نقدر نقول ان الاي بي سي دي، انا بكتب بقى بروف كده بسيط من غير ايه؟ من غير ما نقعد نقرف نفسنا. يا لهو مسحنا. ماشي مسحنا الحمد لله مش هنعيط يعني. هنقول ادي سنس اهو. تمام. ان الاي بي سي دي البوليجون اي بي اي اف سوري. تمام. هو عباره عن ريفليكشن للبوليجون اللي اسمه ايه بقى؟ ركز معايا. ريفليكشن للبوليجون اللي اسمه اي بي سي دي. يبقى ده معناه ان هم كونجرنت. هتقول له زين ان البوليجون اي بي سي دي تمام كونجرنت لمين؟ للاي بي اي اف. للاي اهو. اكتبي بقى يا بنت اكتبي. لا اله الا الله. اهو للبوليجون اي بي اي اف. في اي مشكله؟ طب انت من كده استفدت ايه؟ تعالى بقى ركز معايا. هو كان عاوز مين؟ هو عاوز الاكس. مش انت تقدر تقول له ان اكيد طالما هم بقوا كونجرنت تقدر تقول له زين حبيب قلب ركز معايا. تقدر تقول له زين ان الاف اي ايكوال دي سي اهو. اف اي
ايكوال دي سي. مفيش مشكله يا مستر، الله يخليك. يبقى ال 10 ايكوال 5 اكس، يبقى زين برضه طول ما انت شغال في زين 5 اكس ايكوال 10. يبقى زين حبيب قلبي ان الاكس ايكوال 10 ديفايدد 5، يبقى الاكس بكام؟ ب 2. تعالى بقى كمل كده معايا. هو عاوز بقى الواي، ركز بقى الله يكرمك. مش هو مدي لك ان الانجل دي ب 130 اسمها اي بي سي؟ اسمها ايه؟ اي بي سي اهو، اي بي سي. يبقى اكيد هتقول له زين ان ميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال ميجر اوف انجل اي بي اي اهو. او ممكن تبص من هنا اهي ايكوال ميجر اوف انجل اي بي اي. في اي مشكله كده في كلامي؟ الحمد لله مفيش مشكله. ايكوال 130. ماشي يا مستر، يبقى دي ب 130. طب ما انت كده لو فاكر يا نجم النجوم، خدت الكلام ده قبل كده، دول عاملين سيركل اسمهم اكيوميليتيف انجل، دي خدت 130 ودي خدت 130، يبقى دي تاخد كام؟ انت بقى تروح قايل له ادي زن ميجر اوف انجل اي بي سي، اسمها ميجر اوف انجل اي بي سي اللي هي دي. تمام؟ ايكوال كام بقى؟ تقول له 360 لان هم اكيوميليتيف انجل، ماينس 130 بلس 130. طبعا 130 بلس 130 ايكوال 260. شيلها من 360 يدي لك 100. وشكرا كده الحمد لله جبنا الاكس وجبنا الواي. لو انت عاوز تاخد الحل ده اهو تكتبه اكتبه بفضل الله. وطبعا كل واحد يكتب البروف بطريقته، اهم حاجه نكتب صح. ماشي يا حبيبي؟ طيب زي الفل. طبعا في حاجه احنا نسيناها، معلش سوري. احنا جبنا، انا نسيت ان دي 2 واي، انا كنت فاكرها واي. طبعا دي كلها ب 100، ال 2 واي دي كلها ب 100 لان احنا جبنا الانجل دي كلها، نسينا نجيب الواي. يبقى الواي الواحده 100 ديفايدد 2، يبقى الواي ايكوال 50 ديجري. تمام؟ طيب تعالى بقى كده ركز معايا. طبعا حل السؤال ده لوحدك ان شاء الله، مش هيقابلك فيه اي مشكله. وركز معايا وانا ممكن اساعدك برضه احل معاك كام واحده. طبعا هو بيقول لك ان البوليجون ده والبوليجون ده اصلا هما الاثنين كونجرنت لبعض اهو. هو قايل لك ان هما كونجرنت، فانت طبعا وانت مغمض عينك خلاص بقى تقدر تقول له ان السايد ده قد السايد ده. هو يقعد يسالك بقى والله دي 65 يبقى دي كمان ب 65. ممكن يسالك على الانجل دي، ما دي كلها ستريب ب 180، هي دي الحته اللي ممكن تعطل معاك. دي كده 65 ودي 65، يبقى 65 بلس 65 ايكوال 130. او تعمل كده 180 ماينس اوبن براكت 65 بلس 65 يطلع معاك يا باشا 50. يبقى دي 50. في اي مشكله؟ هيقعد يسالك بقى تقول له الانجل دي قد الانجل دي، تقول له دي 90 يبقى دي كمان 90، يبقى ده بيربنديكولار على ده. حل طبعا، ولو وقف معاك اي حاجه تقدر بفضل الله تبعتها لنا. طيب نخش بقى على الفورس اللي هو اخر حاجه في الليسون واهم حاجه في الليسون والاسئله كلها عليها، وهو امتى ان التو ترينجل يبقوا كونجرونس. فاكر احنا مش الترينجل ده من ضمن البوليجونز ولكن هو سبيشال كيسز من البوليجون. ازاي بقى؟ هو امتى تو بوليجونز يبقوا كونجرنت؟ والله لو حصل شرطين. لو حصل شرطين، اول شرط ان يكون كورسبوندنج سايد ايكوال اللينس، تاني شرط ان يكون الكورسبوندنج انجل ايكوال ان ميجر. في اي مشكله في كلامي؟ تعالى هنا بقى هتلاقي ان الترينجل بيسهل جدا علينا. ازاي بقى؟ تعالى بص كده معايا. عندك كيسز، يعني انا هقول لك حالات معينه لو حصلت التو ترينجل يبقوا كونجرنت من غير ما تروح تشوف كل الكونديشنال. افهمك ازاي؟ هو بالراحه كده، لو انا جبت لك ترينجل، ركز بقى كده معايا. لو انا جبت لك ترينجل كده وجبت لك ترينجل كده وقلت لك يا عم الحاج اعتبر ده ترينجل يعني شبه القرطاس، امتى التو ترينجل دول يبقوا كونجرنت؟ والله يا حبيب قلبي انت هتقول لي ايه؟ كل اللي هتقوله هتقول لي والله يا مستر ده حاجه هبله قوي لو السايد ده قد السايد ده والسايد ده، تعرفوناش بقى، والسايد ده قد السايد ده والسايد ده قد السايد ده. تمام؟ والانجل دي قد الانجل دي والانجل دي قد الانجل دي والانجل دي قد الانجل دي. لو كل ده حصل يبقوا كونجرنت. انا بقى هسهل عليك، هدي لك كيسز حاجات تسهل عليك. يعني مثلا هقول لك ايه؟ كفايه عليك لو ده قد ده وده قد ده يبقوا كونجرنت. هسهل عليك، مش لازم هنا يبقى 6 كونديشنال، ما كده 6 سايد قد سايد، سايد قد سايد، سايد قد سايد، انجل قد انجل، انجل قد انجل، انجل قد انجل. ايه كل ده؟ احنا هناخد كيسز معينه، حاجات معينه لو حصلت يبقوا كونجرنت، ويبقى كده كده الباقي اكيد هيحصل. يا رب تركز معايا وتفهم ان شاء الله. اول حاله عندنا طبعا الموضوع موجود بشكل جميل، فيرست كيس اسمها سايد 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 او بنسميها اس اس اس. طبعا الناس اللي لسه ما خدتش الدرس مش فاهمه،
عندك اس اس اس، اس اس اس، وعندك اس اي اس، وعندك اي اس اي، وعندك ار اتش اس. هنشوف بقى ايه كل الكلام ده دلوقتي. تعالى بقى ركز معايا. بكل بساطه ان شاء الله، ركز معايا ان شاء الله. اول حاله عندنا بيقول لك ان انا اقدر ان اقول بصوت عالي ان التو ترينجلز يكونوا كونجرنت لو اتحقق اول شرط اس اس اس. يعني يعني لو سايد من هنا قد سايد من هنا، وسايد من هنا قد سايد من هنا، والسايد الثالث من هنا قد السايد الثالث من هنا، يبقى هم كونجرنت. وما تروحش بقى تثبت الانجل، هي كده كده هتحصل تلقائي. عارف عامله زي ايه؟ ما انا اقول لك ايه، اثبت لي ان الولدين دول كونجرنت، فانت مش هتروح تفصصهم بقى، فانت تقول لي والله عينه زي عينه وايده زي ايده، يبقى خلاص كونجرنت، يلا مش لازم تشوف بقيه الشروط. هنا بقى نفس الكلام. تعالى كده، اول شرط ان الاي بي يكون قد الاكس واي اهو، كونجرنت ليهم او ايكوال يعني، وان الواي زد قد البي سي، ده تاني شرط، وان الاي سي يكون قد الاكس واي، اكس زد سوري قد الاي سي. مش دي اسمها اس 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 اهو، سايد قد سايد وسايد قد سايد وسايد قد سايد، يبقى وانت مغمض تقول ان هم كونجرنت. مش زي البوليجون كان مقرف في البروف. ليه بقى؟ لان لو بوليجون هتضطر تقعد تثبت ان الانجل دي قد الانجل دي، والانجل دي قد الانجل دي، والانجل دي قد الانجل دي. لا، كده اقدر اقول بعلو صوتي طالما في سايد قد سايد وسايد قد سايد وسايد قد سايد، اللي هي عايز اختصرها واقول اس اس اس، يبقى وانت مغمض اكيد الانجل دي قد الانجل دي من غير ما تثبت، واكيد دي قد دي من غير ما تثبت، واكيد دي قد دي من غير ما تثبت. يعني لو قلت لك دي ب 30 يبقى دي بكام وانت مغمض تقول لي 30، وهي دي كلها نظام الاسئله اصلا. تمام؟ طيب تعال نحل عليها. بص، كل كيس هتحل عليها ان شاء الله. in the given figure. طبعا في بعض الاسئله هتلاقيني بقولها لك ببقي، وانت كده كده عارف ان اي سؤال ايساي كويستشن كده كده بتكتبه بالبروف، وطبعا انت متربي على البروف من السنه اللي فاتت اكيد، ترم اول وترم تاني. تمام؟ طيب بيقول لك ايه بقى؟ تعال نشوف هو بيقول لك ايه. اي بي ايكوال سي بي، دي اول معلومه، ان السايد ده هو اصلا بيعمل لك العلامه دي في السؤال، اي بي ايكوال سي بي، وحتى لو ما عملش ادي كاتب كده حصل السايه. ها، اي دي ايكوال سي دي، اي دي يا له، اي دي ايكوال سي دي. تمام؟ كده حصل كمان السايه. تمام؟ هو كده كده واضحه، ادي اس اهو وادي اس، كده اس اس لحد دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده مستر؟ هو دلوقتي قال لي ان السايد ده، يا عم اكتب بقى، قال لي السايد ده قد السايد ده. تمام؟ تمام، خليك معايا بالله عليك ما تتوهش، لو تهت انت الخسران. وقال لي السايد ده قد السايد ده، وانت يا مستر لسه قايل بعظمه لسانك لازم عشان يبقوا كونجرنت يكون اس اس اس. طب هو كده ما قاليش ان السايد الثالث قد الثالث يا واد يا ذكي؟ ما السايد الثالث يا ذكي يا عم الذكي، السايد الثالث ده اصلا كومون سايد، اسمه كومون، يعني هو موجود هنا وموجود هنا في نفس الوقت، فهو اكيد هنا قد هنا، فمش محتاج يقول لك. فكده يبقى حاله اس 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 اصلا حصلت، يبقى كده اقدر اقول ان التو ترينجل دول كونجرنت. طب هو كان عايز يثبت ان هما كونجرنت، ثبتنا. طب ازاي نجيب بالبروف بقى انجل سي؟ حبيب قلبي مش خلاص هم بقوا كونجرنت؟ مش دي 100 يبقى دي كمان 100؟ ايه السؤال العبيط ده؟ مشكلتك في الكتابه صح؟ تعالى هكتب لك البروف واروق عليك. بص بقى كده معايا، يلا يلا يا برنس، تعالى نكتب مع بعض. انت هتقول له ايه؟ هتقول له ان، وتعمل له 2 ترينجل كده، بلاش الاخضر ده لا تتعمي، خلينا في الازرق. انتو ترينجل، وتقول له اسمهم مين؟ اسمهم عندك اي بي دي، وعندك الثاني سي بي دي. يا سلام بقى لو تكتبوا بنفس الترتيب. بص انا واد صايع، بص واد صايع. اي بي دي وعندك سي بي دي عشان تبقى مظبوطه. مالهم بقى؟ تعمل له كده وتطلع له الثلاث شروط. اول شرط ان الاي بي ايكوال بي سي، هو اللي قايل لك، انت مش جايبها من بيتكم. تاني شرط ان الاي دي ايكوال دي سي، هتحط جنبها سنس، اي حاجه هو مديها لك بتحط جنبها سنس عشان لو انت مش عارف دي سنس، يعني طالما حصل كذا دي زن او زير فور، دي زير فور او زن، دي اللي انت بتستنتجها، لكن دي هو بيديها لك. طيب تعال، سنس ايه بقى؟ ركز معايا. سنس ان الاي دي ايكوال دي سي، وطبعا سنس برضو ان البي دي ما انت شايف بعينك ان هو كومون، اكيد مش هتقول ان هو ايكوال نفسه، كومون سايد. مش دول ثلاث شروط اسمهم اس اس اس؟ انا جيت وقلت لك معلومه بسيطه بفضل الله، قلت لك لو لقيت 3 سايتس من هنا قد 3 سايتس من هنا، يبقى وانت مغمض بالعافيه غصب عني وعنك يبقى كده تو ترينجل كونجرنت. هتقول له زين ان الترينجل الاولاني اللي هو اسمه اي بي سي كونجرنت للترينجل الثاني
اللي هو اسمه سي بي دي. سي بي دي. وبالتالي طالما بقوا كونجرنت، هو يا عيني غلبان عايز الانجل دي، يبقى بالتالي هتقول له اكيد within measure of angle C equal measure of angle A equal 100. خلاص، ده مش كده وبس، ده خلاص بقى، يعني انت عندك كل حاجه بقى قد كل حاجه. تمام، شكرا. نكمل بقى مع بعض هنا، يلا. شوف السؤال ده، انا طبعا هسيبه لك، بس انا عايز اوريك حاجه. طبعا انت عندك سايد قد سايد عايزين ننجز، وعندك سايد قد سايد كمان كده، عندك سايد قد سايد وسايد قد سايد، واي بي ايكوال ال ام، خلاص ماشي، وعندك اي سي ايكوال ال سي، كده سايد قد سايد وسايد قد سايد. ايه كمان بقى؟ حلوه الحته دي، بيقول لك السي ميد بوينت، السي ميد بوينت للام بي، السي ميد بوينت، ركز معايا. يعني ايه السي ميد بوينت يا حبيب قلبي؟ السي ميد بوينت يعني السي في النص، يعني معناه ان السي بي قد السي ام، يبقى كده دي الحاله بتاعت اس اس اس، يبقى كده الترينجل ده والترينجل ده كونجرنت، صح؟ يبقى دي لو خدت، ركز بقى كده معايا الله يكرمك، هو كان عاوز ايه؟ هو عايز انجل اي سي ال، اي سي ال، عاوز الانجل دي. طبعا انت عارف ان التو انجلز دول اصلا اسمهم انتيريور انجلز، موجودين في ترينجل الصم بتاعهم ب 180. هنا الانجل اسمها اكس، يبقى ادي اكس بلس الانجل هنا اسمها 3 اكس بلس الانجل هنا 2 اكس، كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 180. جمع الاكس، اكس و3 اكس يبقى 4 اكس، وعندك 2 اكس يبقى 6 اكس، كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 180. اجيب الاكس ازاي لوحدها؟ يبقى 180 ديفايدد 6، صح؟ يبقى الاكس ايكوال عندك 30، صح؟ 30 ديجري. طبعا انت جبت الاكس ب 30، اكتب ده يلا عشان هنمسح، او استنى، يلا يا عم ادلعك. مش الاكس ب 30 دي اسمها 2 اكس، يبقى الانجل دي بكام؟ ب 60، صح؟ ركز معايا الله يكرمك. طب ما دي زيها ب 60. هو بقى عاوز ايه؟ عاوز انجل اي سي ال، ركز، عاوز انجل اي سي ال، ده انا غير لها اللون دي. تعالى بص، عاوز الانجل دي هو اي سي ال، هو عاوز دي. طب ما انت عارف دي كلها ستريت، دي خدت 60 ودي خدت 60، يبقى دي هتاخد ايه؟ 60. طبعا مساله جميله جدا. اكتب البروف بتاعها واعمل البروف الاول ان هم كونجرنت، هتقول له ان تو ترينجلز عشان الناس ما بتعرفش تكتب، مفيش اي حاجه صعبه، هتقول له ان تو ترينجلز اي بي سي وال ام سي، مالهم فيهم ايه؟ ان الاي بي ايكوال ال ام، هو اللي قايل لك دي اول واحده كده السايه، وان الاي سي ايكوال ال سي كده السايه، وان طالما السي في الميد يبقى السي بي ايكوال سي ام، ادي السايه، يبقى اكيد هم كونجرنت. طيب نخش على الحاله الثانيه، حاله اس اي اس، وخلي بالك لازم تبقى بالترتيب ده. اس اي اس يعني لازم سايد قد سايد، وانجل قد انجل، وسايد قد سايد، بس في حاجه لازم الانجل تكون بينهم، لازم الانجل تكون بتوين التو سايدز اللي هم اصلا قد بعض. تعالى افهمك، بص كده معايا، بص، امتى اقول ان التو ترينجل دول كونجرنت؟ هل بقى اروح ادور على 6 كونديشنال؟ لا، قال لك والله لو السايد ده قد السايد ده، في اي مشكله؟ كده السايد ماشي، والسايد ده اهو قد السايد ده، كده كمان السايد، والانجل اللي بينهم، مين الانجل اللي بين التو سايدز؟ اهي لازم تبقى قد الانجل دي، صح كده؟ قال لك يبقى اقدر اقول هم كونجرنت اهو، انجل قد الانجل، سايد قد سايد، وسايد قد سايد، فالحاله دي اسمها اس اي اس، تو انجل تو سايدز وانجل بتوين ذم، يبقى ساعتها تقدر تقول ان التو ترينجل دول كونجرنت، وساعتها تقدر تقول ان الانجل دي اكيد قد الانجل دي، والانجل دي قد الانجل دي، والسايد ده تلقائي قد السايد ده من غير ما هو يقول لك. تمام؟ طيب تعالى شوف المساله بتاعتنا، بيقول لك بروف ذات ان تو ترينجلز دول كونجرنت. تعال نشوف هو مدينا ايه. ركز، طبعا هروح اقول له سينس، ده اول حاجه هبدا بيها، ركز في البروف بتاعي، اقول له ان تو ترينجلز، اسمهم ايه التو ترينجلز؟ ركز معايا، عندك بي سي اي، ادي بي سي اي، كما احنا قلنا بي سي اي، يبقى نقرا زيها اي سي دي. تمام؟ يلا طلع لي 3 كونديشنال، كده كده لازم تطلع 3 شروط. اول حاله كانت اس اس اس، الحاله اللي احنا فيها اس اي اس، طبعا مش عشان المساله موجوده في الحاله الثانيه يبقى انت حافظ، تعال دور وشوف ايه اللي موجود. هو قايل لك ان الاي سي قد السي دي، هقول له سنس ان الاي سي، يا بنت اكتبي بقى يا بنت الحلال، يلا سنس ان الاي سي، سنس ان الاي سي قد الدي سي، دي اول حاله. وسنسايه كمان ان السي بي قد السي اي، هو اللي قايل لي، ها، مش انا اللي جايبها من عندي.
طب يا مستر فاضل الحاجه الثالثه يا مستر كده، ومديني سايد قد سايد وسايد قد سايد ومش مديني حاجه ثانيه يا مستر. شكلك ناسي، تعالى افكرك. بص يا حبيب قلبي، خدت قبل كده معلومه بيقول لك لو انت عندك تو ستريت لاين حصل لهم انترسكشن، خبطوا في بعض وانت مغمض عينك، بيعمل لك تو انجل ايكوال ان ميجر اسمهم في او اي، اسمهم فيرتيكالي اوبوزيت انجل. اسمهم ايه؟ فيرتيكالي اوبوزيت انجل. تعالى ركز معايا يا محترم. طب ما انت عندك دلوقتي ان الانجل دي اصلا قد الانجل دي، ليه؟ عشان هنا دول حصل لهم انترسكشن. هتقول له سينس ان ميجر، مش هو عمره ما هيقول لك طالما حاجه انت دارسها، ميجر اوف انجل بي سي اي ايكوال يا محترم ميجر اوف انجل اي سي دي في او اي. طبعا كده حصل الحاله بتاعت اس اي اس، يبقى تقول له زن ان الترينجل اي سي بي اهو بنقلها من هنا كونجرنت للترينجل اللي اسمه دي سي اي، وشكرا وهو المطلوب. هو بقى عايز اللينس بتاع الدي اي، المطلوب التالي ده بيبقى عبيط خالص. هو عاوز الدي اي، مش الدي اي دي اهي، بص لها كده دي اي، خد الاولى مع الثالثه يبقى ايكوال اي بي اهو فعلا. دي ب 7 يبقى دي برضه ب 7. في اي مشكله؟ اظن مفيش مشاكل، انت اللي ممكن تكون عايز تعمل مشاكل. تعالى طبعا حل دي لوحدك اهو. عندك ده كومون سايد كده السايه، اتعود تبقى صايع كده تلقطها وهي طايره، وعندك سايد قد سايد كده السايه، وعندك الانجل اللي بينهم قد الانجل اللي بينهم كده اهايه، يبقى دي حاله اس اي اس، يبقى ده كده دول كونجرنت. لو دي 3 يبقى دي 3، دي 5 يبقى دي 5، وشكرا يا باشا. هو عاوز البريمتر، يبقى البريمتر هيبقى، هو عايز البريمتر بتاع الاي دي بي سي، عايز البريمتر بتاع الشكل اللي من بره ده اللي هو مش ترينجل اصلا. هتقول له 5 بلس 3 بلس 3 بلس 5، تطلع الاجابه 16 يا برنس. الحاله الثالثه، والف مبروك الدرس قرب يخلص الحمد لله. الحاله الثالثه بيقول لك اي اس اي. ركز بقى، بص الحاله الثالثه والرابعه انا هخليهم لك حاله واحده، انا ما بحبش وجع الدماغ تمام، عشان هو جاي يفتكس السنه دي في المنهج الجديد ويزود حاله ملهاش اي لازمه. بص يا حبيب قلبي، مش اول حاله كانت اس 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 تمام، تاني حاله عباره عن اس اي اس تمام، تالت حاله بقى ركز، تالت حاله تو انجل وسايد في اي حته مش مهم يبقوا فين. الحاله الثالثه والرابعه هنعتبرهم حاله واحده، بتتكلم ان انت لازم يكون عندك انجل هنا قد انجل، وانجل قد انجل، وسايد قد سايد. السايد ده بقى في اي حته عادي. تعالى كده، ما بحبش الرغي كتير، يلا يا بيه. يلا عندك انجل قد انجل، خلاص كده انجل، وعندك انجل كمان قد انجل تمام كده انجل اهو، وعندك سايد قد سايد كده اس. اول لما تلاقي اهتين واس، اهتين واس، 2 ايه واسايه يبقوا كونجرنت وانت مغمض يا بيه. تعالى يا بيه، كبرش الموضوع، تعالى بص لي، بص من غير ما اقرا السؤال، تعالى يلا. هو قايل لك ان السايد ده قد السايد ده، وانا عارف ان دي قد دي في او اي تمام، انا عارف ان دي ودي قد بعض، يبقى كده معايا اسايه ومعايا ايهايه. يا ترى انت بتدينا حاجه ثانيه؟ الحق يا سلام على الجمدان، في عيال ايه متمزجه وفي عيال مش فاهمه حاجه. طبعا ايه اللي احنا بنعمله ده؟ احنا عايزين نشوف حاجه ثانيه. تعال بص بقى، مش هو عامل لك ان دي ودي بارل لبعض وده الترانسفيرسال، يعني ده حرف ايه؟ نفسي اعرف امشي على القلم من غير ما ينزل اهو. ده حرف ايه؟ حرف الزد، يبقى دي قد دي الترنيتنج. نمسح بقى يا رب تكون فهمت. يلا عندك الانجل دي قد الانجل دي حرف الزد، وعندك دي قد دي عشان في او اي، وعندك السايد ده قد السايد ده عشان هو اللي قال لك. يبقى كده الحاله بتاعت اي اس او اس اي او اي اس اي مش فارقه، المهم تو انجل وسايد، يبقى كده دول كونجرنت، وهو ده اللي كان عايز يثبته. هتطلع له 3 حاجات. مين الثلاث حاجات؟ ان السي بي قد السي دي، سي بي ايكوال سي دي، ما تكبرش الموضوع، وان الانجل اي سي بي قد الانجل دي سي اي. اوعى تكون ما بتعرفش تقرا الانجل اي سي بي، ان الانجل اي سي بي قد الانجل دي سي بي، وكمان هتقول له ان الانجل دي ايكوال انجل بي الترنيتنج. حرف الزد ده فكرك كده، كان عندنا حرف الزد بيعمل لي تو انجل ايكوال ان ميجر اسمهم الترنيتنج، حرف الاف بيعمل لي تو انجل ايكوال ان ميجر اسمهم كورسبوندنج، وحرف اليو بيعمل لي تو انجل الصم بتاعهم 180، يعني لو دي خدت 30 مثلا تاخد 150. دول اسمهم انتيريور، فكرك دول اسمهم الترنيتنج، دول اسمهم كورسبوندنج. تعالى يا بيه، تعالى يا بيه، يلا الحاله دي قلت ما فيش حاجه اسمها حاله رابعه، هي نفس الحاله القديمه. تعالى، ده فاكرني هقول حاجه جديده. تعالى، انجل قد انجل، سايد قد سايد، بيحبوا يرخموا عليك وخلاص،
وهو الموضوع مش مستاهل كل ده. انجل قد انجل وانجل قد انجل اهو، وعندك ايه سايد قد سايد، يبقى دي الحاله بتاعت اي اس، يبقى دول كده هنقول عليهم كونجرنت. تعال هو ده المنهج الجديد، بيزود لك بدل ما يقول لك سايد وانجل وانجل، يقول لك انجل وانجل وسايد. تمام يا مرحب بيك. تعالى بقى عشان المساله دي مهمه جدا. طبعا هو قايل لك ان الاي بي قد الاي سي، كده معايا سايد قد سايد اهو، مش عايزك تتلخبط، او سايد قد سايد. انا همسح عشان ايه ما يبقاش فيه لخبطه. تمام كده عندك سايد قد سايد اهو، اديله ادي، وعندك الانجل اي اي دي ايكوال انجل اي دي اي، اي اي دي ايكوال انجل اي دي اي. الحق بقى ايه اللي جاب ده؟ بص عندي الانجل دي قد الانجل دي. بص يا حبيب قلبي، طالما الانجل دي قد الانجل دي، الاثنين دول انتريور. بص كده فهمك حاجه بس، لو الانجل دي قد الانجل دي يبقى اجباري الانجل دي قد الانجل دي. هقول لك ليه. الاثنين دول مع بعض اصلا ب 180، فلو دي خدت 50 دي هتاخد 130. طب ما دي برضو زيها هتاخد 50، فدي هتاخد 130. فعشان كده عشان نلخص الموضوع، لو الانجل دي ايكوال الانجل دي يبقى اجباري دي قد دي. ده اللي انا كنت عايز اقوله. ركز بقى في التو ترينجل دول لو سمحت، ركز في الترينجل ده والترينجل ده. الله يكرمك هطلع لك 3 شروط دلوقتي. عندك الانجل دي ايكوال الانجل دي، كده عندك انجل، وطبعا هنستنتج ان الانجل دي قد الانجل دي، كده عندك كمان انجل، وهو قايل لك ان السايد ده قد السايد ده وطلع سالك، كده عندك سايد. مش دي كده تقدر تخلينا نقول ان التو ترينجل دول كونجرنت؟ تقدر تخلينا نقول ان التو ترينجل دول كونجرنت. بس كده يبقى ايه الثلاث شروط؟ هتقول له سنس ان ميجر اوف انجل سي، يلا اكتب ان تو ترينجلز اي بي دي كما اي سي اي، وطلع 3 شروط. ركز بقى معايا الله يكرمك. ايه الثلاث شروط؟ ان الانجل بي ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل سي، وان الميجر اوف انجل اي دي اي ايكوال ميجر اوف انجل اي اي دي، يبقى زن ميجر اوف انجل اي دي بي ايكوال ميجر اوف انجل اي اي سي، وان السايد اي بي ايكوال السايد اي سي، يبقى كده هم كونجرنت يا معلم. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده نشوف حاجه هنا، حاجه على الشفتشي. ركز بقى، طبعا ده بيربنديكولار عامل 90 من هنا واكيد 90 من هنا، فكده عندك انجل قد انجل وانجل قد انجل، والسايد ده كومون، يبقى دي الحاله بتاعت اي اس. ما تكبرش الموضوع، دي 50 يبقى دي 50. تمام؟ دي 50 ودي 90، كده 90 و50 يبقى دي 40، عشان كلهم ب 180 يبقى دي كمان 40. جبنا كل حاجه، مش عايز اعرف هو عايز ايه. اخر حاله معانا اسمها ار اتش اس. ايه الحاله الغريبه دي؟ انت بس انا كنت عايز افكرك بحاجه على السنتره. تعالى يا متسنتر، كنت عايز اقول لك بس على حاجه بسيطه جدا. الترينجل ده اسمه ترينجل رايت، صح؟ يا مس الترينجل ده اسمه ترينجل رايت. فانت عارف ان اي ترينجل رايت بيكون فيه انجل ب 90. فقال لك لو ترينجل رايت ومعاك كمان ترينجل رايت، قال لك مش لازم تقرف نفسك. يعني ايه يا مستر؟ يعني كل الموضوع، ركز بقى، ار دي اللي هي رايت لو ترينجل رايت، عندك اتش اس، قال لك كفايه عليك، ركز في الحته دي. لو التو ترينجلز رايت، لو التو ترينجلز اللي معاك رايت، قال لك كفايه ان يكون الهايبوتنس قد الهايبوتنس والسايد قد السايد. ايه الهايبوتنس ده؟ اتش دي اللي هي الهايبوتنس. مين الاتش دي؟ اللي هو السايد الكبير اللي قدام الانجل الرايت. قال لك لو ده، لا اله الا الله، قال لك لو ده قد ده، يعني دول قد بعض، الهايبوتنس قد الهايبوتنس، وكفايه عليك اي سايد كمان بقى، اي سايد كمان، يعني مثلا ده قد ده، كده يبقى دول كونجرنت وانت مغمض. يا زكي ما هي دي نفس الحاله يا زكي، ما انت عارف ان هنا يبقى في انجل قد انجل وتو سايدز ايكوال بعض. طبعا هتقول لي مستر ما انت كنت قايل لازم الانجل تبقى بينهم. لا، ما هو يا زكي لو دي ب 90 ودي ب 90 هتلاقي لو التو سايدز قد بعض هتلاقي الانجل دي قد الانجل دي. المهم التو ترينجلز لو هم رايت كفايه عليك ان يكون الهايبوتنس قد الهايبوتنس وسايد قد سايد، يعني كفايه حاجتين بس. تعالى كده نشوف مع بعض، يلا اهو. ركز بقى، ما تخافش من المساله، ما تخافش من المساله. هو عايز الاكس والمعلومات كلها باينه، فاحنا ممكن بس يلا احنا عايزين الرسمه اهو، كبرتها لك قوي على الاخر. دي معناها ان الترينجل سي دي اي او ترينجل اي دي سي، اي دي سي ركز معايا، والترينجل اهو احنا قلنا الاولاني اسمه اي دي سي، الثاني بقى هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه، احنا قلنا اي دي سي يبقى هنقول اي دي بي واي دي بي. مالهم بقى؟ تعال نشوف. اول حاجه التو ترينجلز دول رايت، فكفايه عليا ايه؟ يبقى كده حصل ار رايت، فاضل اتش وفاضل اس. اتش دي اللي هي الهايبوتنس، صح؟ تعالى كده ركز بقى معايا الله يكرمك.
فاضل اتش واس. بص بقى، هو كده كده اداك الاسايه، قال لك ان السي دي قد الاي بي، يبقى كده الاسايه حصلت، وان هم رايت كده حصلت. بص بقى، خليك صايع كده، امشي بالترتيب احسن. ماشي، فاضل الهايبوتنس بقى. ايه موضوع الهايبوتنس؟ تعالى ركز معايا. ما هو قايل لك يا عم الحاج، تعالى ركز بقى كده معايا، هو مديك انهي انجل ب 70. معلش كده هنرجع تاني للجيفن، انا اسف. هو قايل لك ان في انجل، ركز بقى، احنا قلنا الدي ايه، الدي ايه، تعالى بقى ركز معايا، ركز معايا. بص بقى، نرجع تاني للمساله بتاعتنا، انا اسف. طبعا انت عندك ان هم رايت، فخلاص ركز بقى كده معايا. يبقى المفروض دي الحاله بتاعت ار اتش اس، كده كده رايت. السايد هو قايل لك ان ده قد ده، كده دي كمان حصلت. ايه الهايبوتنس بقى؟ مش ده الهايبوتنس اصلا في الترينجل ده؟ طب والترينجل التاني ده؟ يا نهار ابيض، تاني هنقول من الاول طالما مسحنا. بص يا عم الحاج، دي الحاله بتاعت ار اتش اس، ولو وراكي هو كده كده دول رايت. عرفت منين؟ عشان عامل لي دي وعامل لي دي، فكده هم رايت. اتش اللي هي الاس دي كده كده موجوده، هو قايل لي ان ده قد ده، فكده كمان الاس حصلت. فاضل الهايبوتنس. مين الهايبوتنس بتاع الترينجل اللي انا هلون عليه ده؟ هو ده اسمه اي دي، خليك مركز. طب مين الهايبوتنس بتاع الترينجل اللي انا هلون عليه ده؟ هو برضه الاي دي. طب ما هم كومون، يبقى اكيد قد بعض، يبقى تو ترينجل دول كونجرنت. في اي مشكله في كلامي كده؟ يبقى انت تقدر تجيب اي حاجه، ما عندكش اي مشكله وانت بتحل. يعني ايه؟ هو قال لك ان دي كلها ب 70 ودي كده كده ب 90، الثلاثه طبعا ب 100، يبقى دي بكام؟ يبقى تقدر تقول دي 70 ودي 90، يبقى 160، يبقى دي ب 20. في اي مشكله؟ طب ما انت عارف يا محترم ان الانجل دي كلها قد الانجل دي كلها يا محترم. طب ما دي كلها ب 70. انا اسف لازم نرجع ضروري، يعني لازم نرجع طب ما دي كلها ب 70 يا محترم، يبقى دي كلها ب 70 يا محترم، دي خدت 20، يبقى دي تاخد 50 يا مؤدب. فشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الملخص بتاع الكيسز. طبعا انا هعتبرهم 4 مش 5. اول كيس ان يكون اس. تعالى عشان دي مهمه جدا، عايزين نكبرها يعني على الاخر. اول كيس اس، تمام. سايد قد سايد، سايد قد سايد، سايد قد سايد، يبقى هم كونجرنت على طول، وتقدر تقول اي حاجه ايكوال اي حاجه. الحاله الثانيه اس لازم تو سايد وانجل بينهم، مش في اي حته، يعني ده سايد قد سايد وده سايد قد سايد، والانجل اللي بينهم قد الانجل اللي بينهم. عندك اي او اس، هي دي نفس الحاله عشان ما بحبش الرغي. المهم ان الحاله دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن تو انجل وسايد، اعتبرهم حاله واحده واسمها اس. انا بقى غيرت ولا الاسم ده ولا الاسم ده. فين اللي هي الحاله الثالثه والرابعه، تمام. والحاله الخامسه ار اتش اس. في اي مشكله في كلامي؟ طيب كده بفضل الله خلصنا مع بعض الليسون بالتفصيل، اديتك كل الافكار اللي موجوده على الليسون. ولكن بعد ما اقفل معاك واقول لك باي، انا هحل ان شاء الله الاكسرسايزز على الليسون، وهحل كمان المالتيبل تشويس اللي على الليسون. فبفضل الله لو انت عاوز تحصل على الخدمه الكامله، شرح، هوم ورك، متابعه هوم ورك، فيديو حل الهوم ورك تحل من خلاله وتعرف من خلاله الاخطاء بتاعتك، وامتحان وفيديو حل الامتحان، والرد من خلال الدعم الفني 24 ساعه بفضل الله، تقدر تتواصل معانا على الواتساب تقول لي يا مستر عاوز تفاصيل بريب 2، هقول لك على التفاصيل. الاشتراك بمبلغ بسيط جدا وتحصل على الخدمه كامله، لانك اكيد لو جيت تحل اكسرسايز كتاب المعاصر هيقف معاك افكار بالعبيط. احنا هنحل الافكار دي ولكن للطلبه المشتركه فقط. بالتوفيق ليكم، اتمنى ان اكون فدتكم. الحمد لله. كان معكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، والسلام عليكم. تنساش اللايك والشير والسبسكرايب يا واد. سلام.